السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يلا نعمل وصفتنا. هنعمل حواوشي في البيت. معايا طبعا لحمة مفرومة، ومعايا بصل مبشور، ومعايا فلفل بقى حامي بارد براحتكم، معايا ملح وفلفل اسود وبهارات حواوشي. هنعجن الخليط ده كويس جدا. وبعد كده هنحضر بقى العيش بتاعنا زي ما انتم شايفين. هنفتحوه كده بالمقص كده بالجنب بس مش لحد الاخر. وهنبدأ بقى كده نحشي الأرغفة بتاعتنا اللحمة. وطبعا طبقة اللحمة ما تبقاش كتير قوي عشان تلحق تستوي معانا. طبعا ده انضف واحسن من بره يا جماعه، وطعمه خطير ومش هتقفي كتير في المطبخ. هنخلص بقى كل العيش بتاعنا كده. هنحضر بقى معانا الصينيه كده وورق زبده. وهيكون معانا مثلا معلقتين 3 من الزبده او السمنه. هندهن كده وش وظهر العيش. وهندهن برضو حاجات بسيطه كده جوه اللحمه. بتديها طعم حلو جدا يا جماعه. طبعا كل ده والفرن شغال معانا. سهل وبسيط، وبجد الجو حر ومش هياخد منك وقت ولا مجهود. زي ما انتم شايفين كده. وهياخد حوالي تلت ساعة كده او ربع ساعة. يعني الوش الاولاني في الفرن. وبعد كده الوش التاني هياخد حوالي من 5 ل7 دقايق. بصوا جميل ازاي. بصوا يعني هو مقرمش وطري في نفس الوقت. انتوا بقى عايزينه طري، اول ما يطلع كده غطوه. عايزينه مقرمش زي ما انا باكله كده، بجد هيطلع تحفة يا جماعة. يا رب الوصفة تعجبكم.